من واحد الناس كانت شايفينه خليفة أحمد زكي لواحد كل حلمه يبقى محمد رمضان، عمرو سعد هو الموهبة الكبيرة قوي اللي تاهت وسط زحمة إزاي نبقى ترند. هحكي لك. رك ورايا، هتسمع الكلام هخرجك من هنا دماغك منورة فوق كتافك، هتعمل بطل هتتسان. عمرو سعد هو تلميذ مدرسة يوسف شاهين المتمرد، بيبدأ مشواره سنة 99 مع فيلم الآخر إخراج يوسف شاهين، ويشارك بعد كده في أعمال تلفزيونية زي مثلا مسلسل فريسكا أو مسلسل فجر ليلة صيف أو الحب موتا أو أرض الرجال، كلها أعمال بطولة أهم أسامي الفنانين في مصر تقريبا، منهم مثلا الفنان صلاح السعدني أو الفنان الكبير محمود مرسي أو الفنانة آثار الحكيم. بس محدش بيلاحظه برغم الأعمال الكتيرة اللي شارك فيها دي غير لما بيرجع لمدرسته القديمة، ولأنه اتمرد عليها نجاحه كان باهر مع خالد يوسف أفضل تلميذ متمرد على أستاذه في عالم الإخراج. ولا كان اللي هاتت صلاح البحيري جات لك جرأة تهدد أخوك يا هشام؟ أخويا أنا من النهاردة ماليش أخويا. وتبدأ رحلة عمرو سعد مع خالد يوسف من سنة 2006 بفيلم خيانة مشروعة ل 2007 فيلم حين ميسرة، لحد ما بتيجي سنة 2009 وبتنفجر موهبة عمرو سعد بمشهد واحد في فيلم دكان شحاتة اللي كان من إخراج خالد يوسف. بابا 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 وبسبب المشهد ده بالتحديد ناس كتيرة شبهت موهبة عمرو سعد بموهبة أحمد زكي، لدرجة إن كل ما كان يتقال عايزين نعمل عمل في التلفزيون أو في السينما عن حياة أحمد زكي، أول حد الناس بترشحه هو عمرو سعد. ويكمل عمرو سعد مشواره بموهبة كبيرة جدا من بعد سنة 2009 بمسلسل مثلا زي مسلسل مملكة الجبل أو فيلم الكبار أو مسلسل شارع عبد العزيز اللي يعتبر الأنجح لعمرو سعد يمكن لحد النهاردة كمان. وهنا بيدخل فن محمد رمضان عالم السينما والتلفزيون، وبعض المنتجين يحاولوا ياخدوا عمرو سعد يدخلوه لسكة محمد رمضان فيعمل فيلم اسمه حديد، الأسوأ لعمرو سعد في تاريخه تقريبا. ماجد بيه الحريري الله، ما انت عارفني اهو. زنجيري مش زناجير. ايه؟ زنجيري. وبرغم ان عمرو سعد بيعمل بعد كده فيلمين في السينما زي مثلا فيلم رجاتا او فيلم اسوار القمر اللي كان مع منى زكي وآسر ياسين، الا ان لمعانه ما بيرجعش في السينما تاني فبيتجه للتلفزيون ويعمل مسلسل يونس ولد فضة اللي كان سنة 2016. وبرغم ان مسلسل يونس ولد فضة يعتبر مسلسل كويس جدا لعمرو سعد، إلا إنه ما بيحققش النجاح الكبير اللي متوقع منه، ومش علشان اللي كان مشاركه الموسم الرمضاني ساعتها كان مسلسل ونوس أو حتى مسلسل القيصر، ده اللي كان مشارك معاه هو مسلسل الأسطورة بتاع محمد رمضان. وأنا عارف إنك هتقول إزاي ونوس والقيصر ما يغلبوش محمد رمضان في الأسطورة، ولكن للأسف يا صديقي مسلسل الأسطورة كان كاسح الكل ساعتها. وانت رافع راسك قدام الحته كلها، قاد التنسيب رفع الدسوقي، انا كبرك قد ما صغركش هتحضن كبير. واقدر اقول لك ان بعد سنة 2016 عمرو سعد ما كانش عارف ينجح النجاح اللي نجحه مع فيلم دكان شحاتة من تاني برغم الاعمال الكويسة جدا اللي كان بيعملها زي مثلا مسلسل وضع امني، ولكن ذكر اسم عمرو سعد ما كانش بيتقال غير في حالات اثارة الجدل وبس، وده اللي حصل مع فيلم مولانا. كتابة ابراهيم عيسى هي اللي خلت اسم عمرو سعد بيتردد كتير مع الناس او حتى في الصحف والاخبار. كتابة ابراهيم عيسى هي اللي جعلت اسم عمرو سعد ينتشر من تاني. في ناس ممكن يضربوني لو قلت آراء غير اللي هم عايزينها، أنا بقول اللي أنا مؤمن بيه. وبعدها بيرجع لنفس مرحلة الركود لأعماله الفنية، عندك مثلا فيلم كارما أو فيلم حملة فرعون أو حتى مسلسل بركة، كلها أعمال إذا كنت أنت حبيتها أو ما حبيتهاش الأعمال دي ما خلتش اسم عمرو سعد يلمع من تاني زي زمان، لحد ما بتيجي سنة 2021 ويشارك عمرو سعد مصطفى شعبان مسلسل اسمه ملوك الجدعنة من وحي فن محمد رمضان. طب سؤال فني آخر أوي تفتكر لما نموت ممكن نتحبس برضك في آن واحد؟ عمرو سعد اللي احنا كنا بنتكلم عنه قبل مسلسل ملوك الجدعنة حاجة، واللي احنا هنتكلم عنه بعد المسلسل ده حاجة تانية خالص، لان عمرو سعد بيتحول لأداة لعمل نوع معين من المسلسلات، نفس الأداء التمثيلي ونفس نبرة الصوت ونفس الشكل كمان، بقى بيمثل وكأنه حافظ أسلوب واحد ما بيخرجش عنه، من مسلسل توبة لمسلسل الأجهر تقريبا كلهم نفس المسلسل. DIF أعلى حاجة مش DVS. ذاكر يا عطا، ذاكر قبل ما تخرب بيت صاحب المحل.
صحيح قبل سنة 21 كان ساعات يقوم وساعات يقع، ولكنه كان دايما مجتهد، كان دايما بيحاول يرسم لك شخصيات كتيرة قدامك على الشاشة. إذا كان المسلسل ده حقق نجاح كبير أو ما حققش، عمرك ما هتقول على مسلسلات وحشة. ولكن بعد سنة 21 أو بعد مسلسل ملوك الجدعنة، عمرو سعد بيفقد جزء كبير جدا من موهبته، ويتحول الموضوع لحفظ أسلوب في الكلام، وهو الأسلوب الشعبي والسلام. مراحل عمرو سعد من بدايته وتمرده على مدرسة يوسف شاهين، لدخوله عالم الإخراج التابع لخالد يوسف، لتشبيه الناس بيه بأحمد زكي، لدخوله عالم فن محمد رمضان، ليصبح النهارده اسم عمرو سعد وجوده من عدمه عادي. ولو ابتعد عمرو سعد شوية عن عالم الفن، قليل قوي اللي هيسأله هو راح فين. ولازم اختياراته الفترة اللي جاية تثبت رجله أكتر شوية عند الجمهور، لأن عمرو سعد بجد موهبة كبيرة، ولو رجعتوا لأوائل أعماله هتعرفوا الراجل ده ازاي موهوب، على عكس الأعمال الشعبية اللي مبقاش بيعمل غيرها وكأنه مش عارف يسيب الترند. القلب عمره ما يعرف يظلم يا إحسان، ولا يكذب ولا يخون. المهم انتوا قولوا رأيكم في موهبة عمرو سعد، وشايفين فعلا موهبته تجسد أحمد زكي، ولا موهبته مش كبيرة كفاية انه يجسده؟ مستني رأيكم في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي. فيها صنعة وفيها مهارة، هديلكوا سرها، والغلطة فيها فورة. ما تترجمي.